ازيكم؟ وصفة النهاردة رز بسمتي بالمكسرات وفراخ باردة زي اللحمة الباردة، بتبقى حلوة قوي سندوتشات فينو، وبتبقى برضو لذيذة قوي جنب الرز بالمكسرات. سهلة جدا وبسيطة، وهي ليها كذا طريقة بس انا حاولت يعني ايه اجيب لكم ابسط طريقة. بنجيب الصدر بتاع الفراخ الفص التخين، وببدأ ألفه بالخيط اللي احنا بنلف بيه اللحمة الباردة، علشان بس ما يفكش ولا يتهري. بغسله. والبهارات دي هكتبها لكم برضو في الكابشن، دي اللي بتتحط: نص كوباية من البابريكا المدخنة، معلقة كبيرة من الثوم البودر، معلقة من البصل البودر، معلقة من الملح، وشوية فلفل اسود. يبقى توم باودر، بصل باودر، بابريكا مدخنة، والملح والفلفل الاسود. بدعك الفراخ بتاعتي كويس قوي 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 من كل النواحي، وبجيب صينية. تمام، بحط فيها معلقة زيت او معلقتين، وتحطي الصدور بتاعتك زي ما شفتيها اول الفيديو، وتوطي النار على الاخر شمعة، وتغطيها بغطا. هي هتنزل المية اللي بتبقى جواها، وهي هتسوي نفسها بنفسها. اخدت ساعة الا ربع تقريبا مني على النار الهادية جدا. هي نزلت المية بتاعتها واستوت، مجرد بس عدى نص ساعة قلبتها الناحية التانية، وبعد كده قلبتها، وتتحط في التلاجة يوم كامل وتتقطع.